السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المتتبعين الكرام. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير في صحة جيدة بإذن الله. اليوم إن شاء الله نتلاقى معكم في واحد التيراميسو غير مكلف. حنا كنعرفوا التيراميسو تيتصايب بالجبنة ديال الماسكربون اللي هو غالي شي شوية في الثمن. حنا اليوم غنصايبوه بالبديل ديال الماسكربون، وإن شاء الله بالقشدة واقفة. هانتوما كتشوفوا الشكل ديالو، يعني القشده واقفه ما كطيحش ما كتنزلش، واللذه يعني ما نقول لكمش عليها، الشكل كذلك وغير مكلف. ان شاء الله تبعوا الخطوات، تبعوا النصائح، وان شاء الله غيعجبكم هذا التيراميسو. ندوزو للتحضير. هنا في واحد الاناء خدينا جوج كيسان ديال الحليب، يعني كأسين من الحليب بالعبار بكأس العنبة اللي معروف، كأسين فقط، لاننا حنا هنا بغينا القشده تكون واقفه. ملي تنصايبوا الكلاص تنديروا نصف لتر ديال الحليب، حيت الكلاص ماشي هو القشده واقفه. الكلاص كنبغيو ديك الكثافه ديال هذا ما تكونش قاصحه بزاف، كتكون شي شويه بحال الكيك. هنا حنا بغينا القشده تكون واقفه لينا وقاصحه شي شويه. هنا خدينا جوج كيسان الحليب، زدنا عليهم علبه ديال القشده، ديال بودره القشده هذه اللي تتباع في المحلات، راه تقريبا كدير شي 14 درهم. كيكون كلشي في الفريغو، كيكون كلشي مبرد باش كطلع لكم دغيا. الا كانت كلشي بارد راه كتطلع لكم دغيا. كنعاودها جوج كيسان ديال الحليب، يعني كأسين ديال الحليب ماشي نصف لتر، باش تطلع لكم القشده مزيانه. كنطربوا مزيان، راه كتطلع دغيا في واحد الوقت وجيز، كتجي قاصحه. هانتوما هنايا هي طربتها. غنضيف عليها واحد العلبه ديال ياغورت كريمي، ماشي اي ياغورت، علبه ديال ياغورت كريمي وطبيعي. كنعاودو التطراب. انا كنخدم معكم وامي مطو كنعطيكم المقادير. في البديل ديال جبنه ماسكربون هنايا انايا درت جبال، يعني علبه ديال جبال عطاتني القوام اللي بغيت. يعني كنديرو علبه كلها تقريبا، العلبه كدير شي 12 درهم كلها. ديروها رغم ان هاد القشده راها مالحه، مع ديك الحلاوه اللي كاينه في لاكريم، ومع ديك الحلاوه اللي كاينه في الياغورت، راه كيجي المذاق هو هذاك. هانتوما شوفوا القشده كيف طالعه، يعني ثقيله ماشي سائله. يعني كل ما طربتو هنا كل ما غيكون احسن، باش تبقى معكم القشده واقفه ملي تكونوا كتمونطيو في. هانتوما شوفوا الكثافه او لا تيكستور ديالها. هنا غندوزو ناخدو هاد البسكوي اولا هاد لي بودوار، هادو حتى هما راه كيتباعوا في المحلات، يعني موجودين. انا خديت غير علبه وحده فيها جوج باكيات، كفاتني لهداك الليمون اللي عندي. وهنا خديت زلافه درت فيها نسكافي مع الماء ساخن وذوبتهم. غناخدو هاد الاناء ديال الزاج، وكيف العاده الطريقه اللي معروفه، كنغمسو اولا كنغطسو هادوك لي بودواغ في هداك السائل ديال القهوه، وكنستفوهم. كنديرو الجهه اللي مسكره من الفوق، والجهه اللي ملسه كنديروها من التحت باش كتجينا مزيانه. كنبقاو غاديين بهذا الشكل حتى كنكملوا هذيك العلبه الاولى. هي علبه وحده فيها جوج ساشيات. انا جاتني كل هاد الاناء اللي عندي اولا هاد المول اللي عندي، جاتني كل ساشيه في طبقه. ديك حتى هي كدير تقريبا شي، المهم انا خديتها من مرجان، يعني خديتها ب 300 وخديتها بشي 18 درهم، بينما هي كتباع في برا في بيم وداك الشيء خديتها ب 14 درهم. هنا من بعد ما كنكملوا الستاف ديال هذيك الطبقه الاولى ديال البسكوي اولا ديال لي بودوار، كنزيدوا واحد الطبقه ديال القشده. وشوفوا هانتوما لاحظوا القشده كيف دايره، يعني واقفه وكثيفه، صلبه شيئا ما، يعني واقفه ماشي ديك القشده اللي سائله كتنزلي عليها وكطيح. كنديروا واحد الكميه لا باس بها اولا طبقه لا باس بها،
كل ما كترنا كل ما كتجي احسن. كنقادو السطح ديال هاد الطبقة وكنعاودو نفس العملية ب... ب... بالعلبة الاخرى اللي بقات عندنا، كنستفوها. يعني صدقوني هاد التيراميسو راه جا لذيذ، وانا هذا صايبته في الصباح تقريبا مع شي 9 الصباح، في العشيه كان واجد. يعني القشده بقات واقفه، ما نزلتش ما طاحش، وجا لذيذ. وتقريبا طلع بشي 35 درهم تقريبا هكاك. كنكملوا هاد الطبقه يعني بالطريقه العاديه. ناخذ البسكوي نغمسوه في هذاك السائل ديال او محلول ديال نيسكافي بدون سكر. طبعا انا ما درتش فيه هنا السكر. كنحاول دائما هاد الحلويات نقلل من السكريات فيهم، كندير ما قل ودل. كنقادو السطح بطبيعه الحال وكنعمروا جميع الفراغات اللي عندنا باش كيجيونا، ما كيبقاش داك الفراغ. حتى دوك الطريفات الصغار كنديرهم كنعمروا بهم، كنخليو حتى شي فراغ. انا ما عطيتش العبار هنا ديال المول لانني فعلا ما عبرتوش. المهم ها نتوما تتشوفوا في المول، واللي بغى يضاعف الكميه كيدير مول كبر من هذا. كنضيف واحد طبقه اخرى ديال القشده. يعني والقشده راه بقات عندي شاطليه منها وبقات واقفه، يعني ما نزلتش. كنديروا حتى هي كميه لا باس بها. والمهم ان القشده تكون متساويه مع سطح هذاك اللومول اللي كنديروا فيه، ما تكونش هابطه لتحت نازله لتحت. يعني كتكون متساويه مع الجوانب ديال هاد الاطار ديال هاد المول اولا ديال الاطار اللي غتنوب بحال هاد الشكل. كنقادو لها بطبيعه الحال السطح اولا الوجه ديال هاد المول من بعد ما كنمسحوا ليه الجناب ديالو الحواشي ديالو. صافي هنا كنغطيوها بالسلوفان وكندخلوها للثلاجة، كنخليوها تبرد على الاقل واحد 5 ولا 6 ديال السوايع، وكنعاودو نجبدوها. كنحيدو داك الميكا ولا داك البلاستيك. يعني ودائما الحواف يكونوا منظفين باش كتجينا الخدمه نقيه ويجينا الشكل مزيان. هنا كناخدو بودره الكاكاو اللي ضروريه. ما يمكنش نديرو التيراميسو ما نديروش فيه هاد بودره الكاكاو. كنغبروا الوجه ديال اللومول كله. يعني ملي كنقولوا كنغبروه ما كيبقاش يبان اللون الابيض بتاتا. كنغبروها مزيان. كندير واحد نكونوا سخيين شويه في هاد بودره الكاكاو بهذا الشكل. ومره اخرى كننقيو وكننظفوا الحواف او الجوانب ديال المول اولا ديال الاطار بهذا الشكل باش كيبقى لينا دائما العمل ديالنا نقيو مزيان. وكان هذا هو الشكل النهائي ديالها. هانتوما يعني راه كتجي طبقات، الطبقه التحتانيه الطبقه الوسطانيه قشده وعاود طبقه اخرى. هانتوما انا شاده لكم الكاميرا من تحت. يعني وسريعه يمكن كتوجد يعني سريعه ما كاملاش 10 دقائق، ما ميم با 10 دقائق كتوجدي وكتدخلي للثلاجه. هنا قطعته معاكم هانتوما كتشوفوا يعني السمك ديال القشده اللي كاين وبقات واقفه ما نزلاتش. وحتى انني ملي هزيتها هانتوما كتشوفوا الاناء اللي انا دايره فيه ما لصقاتش في القعر ديالها. ما تيبان لكم السطح العمل اللي محطوط عليه تيبان لكم الرخام من تحت الزاج. يعني ملي هزيناها ما لاصقاش. وكتشوفوا الكثافه ديالها اولا القشده كيف دايره في الشكل ديالها، يعني ما نزلاتش ما هبطاتش. صراحه راه جات لذيذه وبنينه. نتوما كتشوفوها يعني بطريقه سهله ومبسطه بطبيعه الحال غير مكلفه. نتمنىها تعجبكم، وباللايك اللايك اللايك اللايك.